السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا. جبت لكم النهارده المشروب السحري لإزالة الكرش وإزالة انتفاخات البطن وداعا للقولون العصبي بمكونات طبيعية احنا جمعناها مع بعض. ادخلوا الفيديو مع التمرين اللي احنا هنعمله. انسي الكرش، انسي بطنك المنتفخة، انسي تطبيل البطن. وصفة بجد بجد هتدعولي عليها، اقسم بالله عن تجربة شخصية. ادخلي الفيديو، متنسينيش في اشتراك ولايك. تابعي الفيديو عشان تعرفي احنا كونا المكون ده ازاي وهنستخدمه ازاي والنتيجة ايه، وخليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا. جبت لكم النهاردة وصفة وداعا للكرش، وداعا لانتفاخات البطن، وداعا لآلام المعدة، القولون المنتفخ، تطبيل البطن، وداعا للإمساك بكل معنى الكلمة. حاجة وصفة ربانية ما شاء الله، أعشاب طبيعية كلها وعن تجربة حبايب قلبي. حاجة بتريحني جدا جدا وعملت معايا نتيجة رهيبة 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 مع تمرين أنا بعمله. نزل منطقة البطن خالص، هقول لكم عليه واحنا شغالين مع بعض. نقول مكونات الأعشاب بتاعتنا. بسم الله الحبيب النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة معانا شمر، مكون رئيسي معانا الشمر. وزهرة البابونج، طبعا زهرة البابونج يعني ناس كتير فاهمة ان زهرة البابونج دي ارتخاء اعصاب، مفيش الام، نوم هادي، حاجة ما شاء الله ربانية جميلة جدا. ومعانا حبة البركة، ومعانا قرنفل. الاربع مكونات دولت هنضيف عليهم كمان حاجات هقول لكم عليها برضو بتدي طعم حلو قوي للمشروب اللي احنا هنشربه دوت، وبتدي تنظيم للأمعاء، بتعمل تخفيف آلام البطن والقولون. معانا كمان ينسون نجمة، بس للأسف العطار اللي انا جبت من عنده ما عندوش الا النوعية المكسرة ديت. هو عبارة عن شكل نجمة كده وطعمه حلو قوي يا جماعة، طعمه حلو قوي قوي. ومعانا مكون كمان بيعمل زي مادة جيلاتينية كده، بس يا جماعة اللي عنده سكر ما يستعملش المكون اللي انا هقوله دوت، انما هو في المضمون مكون حلو قوي. نتيجته رهيبة 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 مع تفضية الامعاء وتليين البطن لو عايزين نفضي القولون، وهو بذر الكتان. شايفين بذر الكتان؟ طيب احنا كده معانا 6 مكونات. ممكن نضيف نعناع لو انت حابه طعم النعناع، ممكن نضيف نعناع، بس انا بفضل بدل النعناع بحط اي 2 باكت شاي اخضر. الشاي الاخضر طبعا مضاد للاكسده، بينزل نسبه الكوليسترول في الدم، بيظبط هرمونات الجسم، حاجه كده ما شاء الله حلوه قوي برضو. وهنقول هنشرب المشروب ده امتى. احنا هنجمع المشروب مع بعض في بطرمان كده يكون معقم عندك، وهنجمع كل الكميات ديت. نقول بسم الله. هنجمع الشمر مع زهرة البابونج مع حبة البركة مع القرنفل مع اليانسون النجمة مع بذر الكتان مع ال2 باكت اللي احنا قلنا عليهم شاي اخضر، ولو عايز تحطي نعناع حطي. وهقول لكم هنجمعهم في برطمان دلوقتي وهقول لكم هتستعمليه ازاي. كده يا جماعة انا جمعت كل المكونات بتاعتي، شايفينها كلها بكميات موحدة. يعني لو حطيت 5 معالق من كل مكون جمعناهم في البطرمان مع ال2 باكت شاي اخضر. هنقلب كل المكونات بتاعتنا كده في البطرمان عشان نتأكد ان احنا هناخد معلقة من كل حاجة من اللي احنا حطيناها. التمرين بقى يا حبايبي اللي احنا بنعمله طول ما انت واقفة بتتحركي في الشقة، بتعملي شغلة بيتك او ماشية في الشارع. اشفط بطني لجوه دقيقة، او اعد 3 عدات او 5 عدات واسيب بطني. اشفط بطني واعد 5 عدات واسيب بطني. انت بتعملي تمرين لعضلة بطنك، بتخلي المنطقة دي تتحفز انها تنزل الدهون اللي فيها. طيب هناخد معلقة بقى من المكون اللي احنا عملناه ده الصبح على الريق عشان خاطر يعمل نتيجة. احنا خدنا اهوت، هنصب عليه مية سخنة. بسم الله. مية مغلية يا جماعة، من غير سكر من غير
تحلية، لو عايزة تحلي حلي بعسل. واغطي عليه لمدة 5 دقايق وشوية وهصفيه واوريكم شكله عامل ازاي. كده يا حبايب قلبي انا صفيت المشروب بتاعي اللي انا جمعته من 6 او من 7 اعشاب طبيعية، بشربه مرة الصبح ومرة بعد الغدا ومرة قبل النوم. طبعا البابونج بيعمل ارتخاء حلو قوي في الجسم قبل النوم، ده حاجة حلوة قوي. طول النهار انت عندك شبع، الا ان انت حاسة ان معدتك فاضية، مفيش غازات، مفيش اي تكتلات في بطنك. لو في عندك امساك مزمن، كل الكلام ده هيروح مع المشروب الساحر وداعا لانتفاخات القولون والقولون العصبي. ودي كانت وصفتي النهارده من قناتي كزميزة وصفات واكلات. بحبكم جدا، اشتراك ولايك. السلام عليكم.